طب تفتكر يا كابتن ياسر ايه هو سر البرم؟ سر البلالم ان اللي بيعمله مجلس اداره الاهلي ده هو ده سر البلالم. هتقول لي يعني ايه البلالم؟ اقول لك البلالم ملوش تعريف اصلا. تقول لي يعني ايه؟ انت طالع تقول اي كلام مستند؟ اقول لك يعني هو اللي بيعمله مجلس اداره الاهلي ده اسمه كلام؟ السلام عليكم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الحلمنتيشي ودوره في اداره الكره المصريه. المره دي هنتكلم عن فن جديد في الكره المصريه، وخصوصا في مجلس اداره النادي الاهلي. واحد هيقول لي مجلس اداره النادي الاهلي كمان هتقطع في مجلس اداره الاهلي؟ اقول لك لا لا، انا مش قصدي اقطع في مجلس اداره الاهلي، انا قصدي انقل راي الجمهور، راي الناس العاديه في اللي بيحصل في مجلس اداره الاهلي. مش تقطيع. في فن جديد مجلس اداره الاهلي بيتبعه، مجلس اداره الحالي اسمه فن البلالم. ايه بلالم؟ انت جاي تهزر يا عم؟ اقول لك لا والله فن البلالم. هتسالني يعني ايه البلالم؟ اقول لك يعني ايه، هما ايه اصلا اللي بيعملوه في النادي وفي الاداره وفي يعني ايه عضو مجلس اداره يطلع يتكلم عن صفقات لسه ما تمتش اصلا، وكان نتيجتها ان كل الصفقات ضاعت. الاهلي الصيف ده جاب 2 لعيبه في اللي هو حصل منافسه بينه وبين الزمالك عليهم يعني. جاب باسم علي، والحمد لله رئيس نادي الزمالك جاب له ايقاف 4 ماتشات لانه ماضي للناديين. وجاب اسلام رشدي، والخواجه جريده مش مقتنع بيه مقعده، رغم ان الراجل لما نزل في ماتش المصري ادى وعمل جول التعادل. طيب عمرك يا سيدي شفت عضو مجلس اداره في الاهلي يقعد مع لعيب في الاهلي ويجدد تعاقد معاه من غير ما المدير الفني يعرف؟ انا ما شفتهاش، لا في مجلس صالح سليم ولا في مجلس حسن حمدي. الاسوأ من كده، يعني شوف البجاحه، ان لما المدير الفني يعني يا جماعه انتوا ازاي بتعملوا كده من غير ما المدير الفني يعرف؟ ازاي ما بتعملوا كده من غير ما ترجعوا له؟ افرض الراجل مش عايزه، يبقى انت تجدد له وتدي له مقدم عقد وتدفع له فلوس، وكده كده المدير الفني مش هيلعبه اصلا. وهم ما قالوش المدير الفني، والمدير الفني عرف من الاعلام. ولما الراجل اعترض، انتوا ازاي يا جماعه تعملوا كده من غير ما تقولوا لي؟ قالوا له ايه؟ من غير ما نقول لك؟ ايه يا عم انت هتقرفنا؟ الراجل بيحب النادي وعايز يخدمه، فقرر يجدد للنجم الكبير. ف... لا يا جماعه، في ناس مختصه بالحاجات دي، وفي سيكونس تمشي. ترجع للمدير الفني، المدير الفني عايز يجدد له، مدير التسويق يخش يشتغل ويجدد له، ويتم الاعلان عن الصفقه نهائيا ورسميا. مش كده. انا بقول لك ايه؟ ما تقرفناش. بره. اه والله بره. تمت اقاله محمد يوسف عشان هو اعترض. الكوميدي في الموضوع ان هم ماشي محمد يوسف وعليه سيد عبد الحفيظ وهادي خشبه هديه، الثلاثه بره النادي. ليه؟ مش فاهم. ماشي، سيبك من كل ده. الاهلي يعني يضحكك بقى، يقول لك ايه؟ الاهلي يعلن تفاوض مع اسلام جمال مدافع الجيش، يعلن تفاوض مع مع ديودار، مع معروف يوسف، مع خالد قمر، والصفقه تقترب من النهايه، ينقصها رتوش النهائيه. تشوف بقى الكلام تقول خلاص. هيطلعوا تاني يوم متصورين بالفن الحمراء، تلاقي تاني يوم طالع مرتضى منصور مع اللعيبه متصورين بالفن البيضاء. لا لا، تقصد الحمراء. الحمراء دي حاجه تانيه بقول لك عليها بعدين. فانيلا البيضاء، البيضاء. ده الفرق بين مجلس اداره شايف شغله كويس وبيخلص، ومجلس اداره تاني مقضيها بللم، وكل عضو يطلع في مجلس في التلفزيون يقول انا وانا، كل واحد عايز يمسك الميكروفون ويطلع على المسرح يقول انا الزعيم. ده الفرق بين المجلسين. كان زمان مجلس الاهلي فيه ميزه قويه جدا، كلهم على قلب رجل واحد، كله بيتكلم بلسان واحد بس، حتى لو هو مش مقتنع بيتكلم بلسان واحد بس. دلوقتي كل عضو يطلع يقول وجهه نظره، ولما المدير الفني اعترض مشوه. طيب اللي حصل ده كوم، واللي هقوله لكم ده كوم تاني. تفاجأ في المواقع الإلكترونية محمد عبد الوهاب يعتذر لمرتضى منصور عن صفقة مؤمن زكريا. مؤمن زكريا اللي الأهلي
ان البونت العريض مؤمن زكريا يخطف الاهلي يخطف مؤمن زكريا من حضن الزمالك. محمد عبد الوهاب يعتذر لمرتضى منصور عن صفقه مؤمن زكريا. ايه؟ اه والله بجد اعتذر. ويعد بالتنازل عن شكوى معروف يوسف وخالد قمر. ازاي يعني؟ تلاقي البونت العريض الثاني محمود طاهر يتصل بمحمد عبد الوهاب ويطلب منه عدم الذهاب لاتحاد الكوره لان الاهلي قرر ان هو يشتكي معروف يوسف وخالد قمر. ما الحاج محمد عبد الوهاب رايح من نفسه كده، مع نفسه كده من دماغه. مش بقول لكم يا جماعه، ما هو ده البلالم، ما هو ده التعريف الطبيعي للبلالم. ده حتى ما وصلش للحلمنديشي، ده بلالم. طيب محمد عبد الوهاب يكذب روايه احد اعضاء مجلس الزمالك ان هو اعتذر لمرتضى منصور. طب انت يا حاج ايه اللي وداك اصلا تقعد معاه؟ قال لك اصل دي جلسه وديه، انا هتجمعني علاقه صداقه برئيس الزمالك. يا باشا الدنيا مولعه نار بين الناديين، وده بيشتكي ده وده بيوقف ده، وانت راح تقعد تشرب شاي بالحليب، شاي بحليب هناك. ازاي يعني؟ انت احد اعضاء مجلس اداره الاهلي اللي ليك اسمك وليك تاريخك في النادي، ما ينفعش تعمل يعني حركات بالمنظر ده، ما ينفعش. يعني بعد كل اللي انا قلته ده تتوقع حاجه واحده لمجلس اداره الاهلي، لو مش عارفين تدوروها اتصلوا بالمجلس اللي فات واسالوه ندورها ازاي. لو مش عارفين تجيبوا صفقات اتصلوا بعادل القيعي اللي انتوا مشيتوه وقولوا له نجيب ازاي صفقات. انا بقول لكم كلمه اخيره، صح النوم، لان جمهور الاهلي غضبه وحش. وبخصوص اللعيبه اللي عماله تمضي، ده يمضي الناديين وده يمضي الناديين. يعني انا مش عارف، الانديه مش لعبه في ايد اللعيبه يا جماعه. يا ريت اتحاد الكوره يبقى ذكر ويشرب بريل ويقرر اللعيب اللي يثبت ان هو مضى الناديين يتم شطبه نهائيا من سجلات اتحاد الكوره عشان يبقى عبره لمن يعتبر. نقطه اخيره، الحلقه الجايه يا جماعه هنتكلم ان شاء الله عن الفرق في الاحتراف بين اللعيبه المصريين واللعيبه الاجانب. ما تنسوش يا جماعه تعملوا كومنتس على الفيديوهات وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.